السيسي بينافس السيسي، لكن برضو الرئيس شايف ان دي اهم انتخابات ومنتظر النتيجة. على فكرة انا مش بطبل ولا بهزر، لكن السؤال ده كان بتحاول تجاوبه صحف عالمية كبيرة. هو ليه السيسي شايف ان دي اهم انتخابات رغم ان هو ضامن نتيجتها؟ بكرة هيبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية، وبينافس الرئيس السيسي 3 مرشحين، وهم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، تاني حزب في البرلمان بعد مستقبل وطن، وعبد السند يمامة رئيس اقدم حزب في مصر وهو حزب الوفد، وثالث واحد وهو بيمثل المعارضة فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي. ورغم ما كانت كل مرشح من دول في الحياة السياسية، الا ان النتيجة مضمونة بنسبة 150%، لان محدش فيهم قدر يبقى منافس حقيقي للرئيس السيسي اللي ضامن الفوز بنسبة كبيرة زي ما قلت لك. طب ليه قلت في المقدمة ان الرئيس السيسي شايف ان دي اهم انتخابات رغم ان النتيجة محسومة؟ هقول لك ده لسببين. اول سبب ذكرته وكالة رويترز للانباء، اللي قالت ان الرئيس السيسي بيستعد للولاية الثالثة، لكن بعد الانتخابات هيبدأ في مواجهة التحديات الاقتصادية والعودة مرة تانية لمفاوضات صندوق النقد الدولي، الصندوق اللي أكد إن هو ناوي يزود الدعم لمصر بسبب الأحداث الأخيرة اللي بنتابعها. وخلي بالك إن بعد الانتخابات الحكومة لازم تقدم استقالتها ويبدأ الرئيس في تكليف حكومة تانية، وفي توقعات إن الحكومة الجاية أغلبها اقتصاديين من الدرجة الأولى، سواء كمل رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي أو ما كملش، لأن الملف الأبرز هو ملف الاقتصاد. طيب ده محتاج الناس تشارك بقوة في الانتخابات، لأن دي رسالة واضحة لكل المؤسسات المالية، سواء صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة مالية مصر بتكلمها، إن في استقرار سياسي، وده مهم في أي تفاوض، ودعم واضح للرئيس اللي بيقوي موقف الدولة في أي تفاوض سواء للاستثمار أو الاقتراض أو خطة الإصلاح الاقتصادي. الملف الثاني اللي مرتبط بالانتخابات هو ملف التهجير، وده اتكلم عنه مدير حملة الرئيس السيسي المستشار محمود فوزي، اللي بيأكد ان موقف الرئيس السيسي في قضية غزة رفع شعبيته بقوة في الشارع، خاصة بعد رفضه المعلن لمحاولات التهجير وتصفية القضية على حساب مصر. وخلي بالك موقف المصريين لما تظاهروا في الشارع دعما للقضية لعب دور كبير جدا في تقوية موقف الدولة في رفض الضغوط اللي اتمارست على مصر لتهجير اخواتنا في سيناء. طب ايه دخل الانتخابات في الملف ده؟ المشاركة في الانتخابات بمثابة تفويض علني واعلان دعم للدولة وتأييدها في مواجهة المخطط اللي بيسير بقوة الايام دي بعد استهداف جنوب القطاع ومحاولة ضرب الجنوب لاجبار اهالينا التكدس عند المعبر. وده مش كلامي، ده كلام فيليب ليزريان مفوض الامم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، واللي قال ان ضرب جنوب القطاع هيدفع 1,000,000 واحد من اهالينا للحدود المصرية. نفس الكلام اللي قالته الخارجية الفلسطينية اللي قالت ان في هدف واضح لضرب الجنوب لحشر اهالينا باتجاه مصر. فاحنا قدام مخطط معلن وماشي بقوة، والايام الجاية هتبقى صعبة لان المخطط هيتم تنفيذه وهتلاقي ده بيتنفذ قدامك. فمشهد المشاركة قدام اللجان بغض النظر عن انتخابك مين مطلوب، لان دي رسالة للعالم ان داخل مصر متحد ضد اي مخطط. في نهايه الفيديو، هل انت فعلا شايف ان المشاركه في الانتخابات بغض النظر انت هتنتخب مين رساله دعم للدوله ومواجهه مخطط التهجير؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.